السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم ورشة مجانية للمبتدئين وأيضا يا حابين يبدأ مشروع بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل. راح نعطيكم جميع التفاصيل وأيضا في الأخير راح نعطيكم سعر البيع كيفية تحتفظوا بها لمدة طويلة. كذلك راح نعطيكم وصفة لتارت سيترون بكريمة الليمون المنعشة. نروحوا لطريقة التحضير. أنا هنا عندي 500 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة، زدت عليها كأس ونصف من السكر الناعم، غربلته بما تبقاش فيه هذيك الحبيبات. هذه الكمية خرجت لي حوالي 46 حبة بمول القطر تاعو 6 سنتيمتر. زدت لهم 5 ملاعق كبار زيت و2 ملاعق صغار فاني. زدت عليهم 2 حبات بيض كاملين. تقدروا ديروا حبة بيض كاملة مع صفار بيضة. وش الفرق بيناتهم؟ الفرق هو انه كي ديروا 2 حبات بيض كاملين راح تجي شوية مقرمشة، بصح كي ديروا صفار بيضة ومع بيضة كاملة راح تجيلكم طرية. نخلطوا مليح جميع المكونات بالبترا ولا باليد ولا بالباتور حتى تتجانس جميع المكونات ونتحصلوا على قوام كريمي كما راكم تشوفوا في الفيديو. بالنسبة ليستعملوا البتران نحو هذاك الخاص بالخفق، ونعاودوا نستعملوا هذا الركاب باه نجمعوا العجين، ونبدو نضيفوا في العجينة تدريجيا ونخلطوا. واللي يستعملوا اليدين ما يعجنوش العجينة، يجمعوا فقط. نبقى نضيف في الفرينة بالعقل ونجمع العجينة حتى نتحصل على العجينة تكون متماسكة وتكون ما تلصقش في اليدين كما راكم تشوفوا في الفيديو. نحطوها في كيس بلاستيكي ونبدو نشكله مباشرة. هذه طريقة التشكيل اللي معتمدتها أنا، تجيني أسهل من هذيك الطريقة اللي نفتح العجينة ونطبعها بالطابع ومن بعد نحطهم في المول ونعاود نخدمهم شوي. صراحة هذه الطريقة اختصار للجهد والوقت. تجيبي كرسي وتحطي بحديك العجينة تشكلي وتحطي مباشرة في البلاطو. هذه الطريقة راح تساعد ياسر الناس اللي يخدموا كونتيتي كبيرة، مش راح تعبهم خلاص. كما قلت لكم هذا المول القطر تاعو 6 سنتيمتر والاخر المشرشف 8 سنتيمتر. كما راكم تشوفوا نجيبوا قطعة من العجين ونضغط عليها شوية ونشكلها على قد المول، ما نرققهاش ياسر وايضا ما نديرهاش سميك. نحي الزوائد بالسكين ونحطهم في الكيس وراح نعاود نستعملهم. نكملوا كامل الحبات بنفس الطريقة ومن بعد ندخلهم بالفرشيطة. من بعد كي يكملوهم كامل نروحو نطيبوهم في الفرن اللي كنت سخنته من قبل على 180 درجة. كي نشوفوهم احمروا من الأسفل ولا من الجوانب نطفو عليهم من الأسفل ونعاودو نشعلو عليهم من الأعلى حتى يعطينا هذاك اللون الذهبي وتكون لي فون دو طاغ تاعنا واجدين. درك نروحو لوصفة كريمة الليمون اللي راح نحشو بها لي فون دو طاغ. هذه الوصفة احتفظوا بها لأنه راح تستعملوها في قديع من التحلية. تقدروا ديروا بها تيراميسو، تقدروا ديروا بها لي فيغين، أيضا تستعملوها في الكيك. المهم متعددة الاستعمالات. وأيضا لمحبي ذوق الليمون هذه الكريمة راح تولوا مدمنين عليها. راح نحتاجو فيها نصف كأس سكر وقشور 2 حبات ليمون. نخلطو شوية القشور مع السكر بالملعقة حتى يخرج النكهة تاعو، ومن بعد نضيف عليهم حبة بيض كاملة ونخلطها شوية بالفوية حتى يذوب معانا السكر. نزيدو نصف كأس عصير ليمون. عصرت 2 حبات ليمون ومن بعد زدت عليهم كمية من الماء. المهم نصف كأس خليط ما بين الماء وعصير الليمون. أنا كنت صفيتهم كما راكم تشوفوا، ونزيدو نخلطوهم بالفوية شوية فقط ودرت عليهم ملعقة كبيرة شاء ونخلط بارد في بارد ومن بعد نروح نحطها فوق النار حتى يعقد الخليط. ما تخافوش من ريحة البيض، الليمون راح يقضي عليها تماما. هنا كان عقد الخليط زدتله ملعقة كبيرة زبدة ودخلت فيه هذيك الزبدة مليح ونروح نفرغه في الصحن. من بعد نغطوها ببي سيلوفان لازم يكون يلامس سطح هذيك الكريمة باه ما يربيناش القشرة. نحطوها في الثلاجة ونخلوها حتى تبرد تماما ونروح نكملوا الوصفة. بعد ما بردت كريمة الليمون جبت الباتور وطلعتها مليح كما راكم تشوفوا. هنا تقدروا تروحوا تستعملوها مباشرة، لكن أنا كإضافة درت لها 2 ملاعق كبار غبرة شونتي وعاودت طلعتهم مليح بالباتور. انتم تقدروا تستغنوا على هذه المرحلة
وتكتفوا بكريمة ليمون وحدها، يعني لكم الاختيار. وهذه هي الكريمة اللي تحصلنا عليها. أما بالنسبة للديكور كنت استعملت الميرانج الإيطالي، أنجح وصفة ميرانج إيطالي. راح نعطيكم المقادير بالميزان وراح نحاول نعطيهولكم بالملعقة والكأس. أول حاجة درت 120 غرام سكر، حوالي 6 ملاعق كبار سكر، و40 غرام ماء اللي هو ربع كأس نقص أندوا. نحطوها على نار متوسطة، كي تبدأ تغلي نحسبو 5 دقائق ونطفو عليها. هنا عندي 2 حبات بياض البيض، زدت عليهم قرصة تاع الملح ونصف ملعقة صغيرة فاني. نبدو نطلعو في بياض البيض بالبترة ولا بالباتور، غير يبدا بياض البيض يطلع نبدو نضيفو فيه هداك السيرو على شكل خيط رقيق. غير نكملو هداك السيرو نخلوه يزيد يتخلط مليح مع بياض البيض ويطلع لنا بياض البيض جيدا. نخلوه حوالي 10 دقائق ولا 5 دقائق حسب سرعة البترة ولا الباتور اللي عندك. كي نتحصلوا على قوام ثقيل وشكل لنا هداك المنقار تسمى الوصفة تاعنا ناجحة. هنا لي فون دو طاغط كانوا طابو سي بون وحمرتهم مليح، ونروح نعمرهم بكريمة ليمون بالملعقة فقط كيما راكم تشوفوا، وتبقى التحميرة تاع لي طاغطولات كيما تحبوا انتم. من بعد نروحو نعمرو الميرانغ في لابوش ونخيرو لادوي اللي تعجبنا. انا خيرت هادي ودرتهم بهذه الطريقة، ومن بعد حطيتهم في بلاطو اللي يدخل الفرن. شعلت عليهم الفرن من الأعلى باه تطيب شوية الميرانغ من الفوق وتعطينا هذيك الطبقة المقرمشة من الأعلى ومن الداخل تجي طرية. واللي يحب ما يحبهمش بهذه الطريقة يقدر يحرقهم شوية بالشاليمو حتى تعطيكم اللون الذهبي فقط. بالنسبة لطريقة الاحتفاظ بهم راح تحطوهم في علب بلاستيكية وتحتفظوا بهم في المجمد، راح يقعدوا معاكم مدة طويلة ما راح يصرالهم والو، راح يبقوا محافظين على النكهة تاعهم وأيضا على القرمشة تاعهم. كي تعودوا راح تستعملوهم اجبدوهم سخنوهم في الميكرووند ولا في الفرن، ولا جبدوهم قبل الاستعمال بساعتين حتى يسخنوا وحدهم. أما بالنسبة للسعر كي راح تبيعوهم فارغين راح تحسبوهم من 3000 حتى 4000. قيموا السلعة تاعكم وقيموا التعب تاعكم وحددوا السعر. هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. مع السلامة.